تخيل معايا كده انك في يوم وليلة تكتشف ان ابوك اللي انت عايش معاه طول عمرك وعارفه، ابوك الراجل الطيب اللي كل الناس بتحبه، الراجل بتاع ربنا اللي بيساعد الغريب قبل القريب، يطلع في الاخر قتال قتلة. ومش بس كده، لا ده كمان ساحر، ومش اي ساحر، ده من اخطر السحرة اللي الناس قابلتهم. الحكمة بتقول يا صديقي إن المظاهر دايما خداعة، وعلى رأي المثل اللي تحسبه موسى يطلع فرعون. ولكن بطل حكايتنا النهاردة مش بس فرعون، لا ده فرعون بالسحرة بتوعه كمان. بس كالعادة قبل ما نبدأ ما تنساش كده تدعم أخوك وتنزل تعمل لايك للفيديو. وبعدها يا صديقي مش محتاج أفكرك بالطقوس المعتادة بتاعتنا. أكيد أنت دلوقتي في أوضتك، ويا سلام لو قافل بابك عليك ومضلم نور أوضتك. كل طقوسك جاهزة دلوقتي؟ طب يلا نبدأ. يلا بينا نبدأ. في حي شعبي من أحياء القاهرة الجميلة كان الحاج رضوان من الشخصيات اللي الكل بيعرفها والكل بيعتمد عليها. الراجل كان دايما بيشيل هم جيرانه وبيساعد الغلابة، كان بيوزع دايما الخير اللي بيزيد عنده على أي حد محتاج. وده طبعا رغم إن حياته كانت بسيطة، حياته دايما كانت ما بين دكان بقالة صغير وبيته اللي موجود في آخر الشارع، وكانت حياته هادية وطبيعية. ولكن يا صديقي في الشهور الأخيرة حصلت حاجة وقتها غيرت كل حاجة. الحاج رضوان فجأة بقى من الناس الغنية، ومش غني عادي ولا تدريجي، ده كان غني بشكل مبالغ فيه. بدأ يشتري أراضي وعمارات، وبقى عنده بدل الدكان الصغير ده محلات كتير. الناس اللي كانت موجودة في الحي كانت برضه بتسأل نفس السؤال، ازاي الحاج رضوان بقى عنده كل الثروة دي فجأة؟ الحاج رضوان اللي ما كانش حيلته حاجة فجأة بقى معاه ملايين متلتلة بالشكل ده، وبدل البيت المتواضع اللي كان قاعد فيه بقى بيملك عمارة كاملة في اول الشارع. كلام الناس كتر حواليه بشكل مستفز، وده طبيعي يعني لان الموضوع ما يتصدقش. شوية من الناس كانوا بيقولوا ده نتيجة شغل جديد، بس شغل ايه برضه اللي يجيب كل الفلوس دي في وقت قصير؟ مفيش شغل او تجارة شرعية ممكن تجيب مبالغ زي دي. واللي يقولك برضو ده بقى تاجر آثار. طب وفي البيت بقى الوضع ما كانش طبيعي زي الاول. امينة مراته كانت دايما حاسة ان في حاجة غلط، وبالذات لما احوال الحاج رضوان نفسه اتغيرت. الحاج رضوان كان عامل لنفسه اوضة بعيدا عن البيت خالص، ومحدش كان بيدخلها غيره، وبقى بيسهر في الاوضة دي كل يوم لحد الصبح. كل ما الدنيا تهدى كان بيقفل على نفس الاوضة، محدش كان عارف بيحصل ايه ولا بيجرى ايه جوه. امينة حاولت معاه او حاولت تفهم اكتر من مرة، بس في كل مرة كانت بتسأله كان بيتضايق جامد وبيقول لها مالكيش دعوة، الحاجات دي مش ليك يا أمينة وممكن تتأذي. الحاج رضوان كان عنده ابنه أحمد اللي عنده 20 سنة، وكان هادي وملتزم جدا. أحمد كان حاسس إن في حاجة غلط بتحصل، وفلوس أبوه اللي ظهرت فجأة دي فرقت جدا معاه في حياته وشغله. وبعد ما كان بيشتغل في شركة صغيرة في وسط البلد، وكانت حياته عبارة عن شغل بس عشان خاطر يقدر يكفي مصاريفه، ساب الشركة وبقى عنده البيزنس الخاص بتاعه. رغم كده كان شايف ان الفلوس اللي ظهرت فجأة دي فيها سر ومش طبيعية، كان في حاجة مش سالكة في الحوار ده. زمان ما كانش عنده مشاكل في حياته، بس بعد ما الفلوس بتاعت ابوه دي بدأت تزيد مشاكله كمان بدأت تزيد. في يوم من الايام يا صديقي احمد كان راجع للبيت، وكان الوقت متأخر قوي والحركة هادية والناس كلها نايمة. شاف نور خافت جاي من اوضه ابوه، الأوضة إياها اللي أبوه بيقفلها دايما. ومن جوه يا صديقي سمع صوت طقطقها، وكأن في حاجة بتولع جوه، وكان في زي صوت همسات بسيطة كده، صوت همسات مش مفهومة. فضوله كان أقوى في وقتها من إنه يتجاهل الأصوات دي، فقرر إنه يتصنت في وقتها ويعرف إيه اللي بيحصل جوه. وقف جنب الباب وحاول يلزق ودنه علشان يعرف إيه اللي بيحصل جوه. الصوت بقى واضح أكتر، ولكن اللي سمعه جوه ما كانش يتوقعه ابدا. كان في صوت حد جوه بيغني كأنه بيتكلم او بيقول ذكر، ولكن الكلمات كانت غريبة وما كانش فاهم منها حاجة، بس برضه كان حاسس ان في حاجات مرعبة. قلبه في وقتها بدأ يدق بسرعة وايديه بدأت ترتعش، ولكن بعد شوية قدر يستجمع نفسه وقرب من الباب وبدأ يفتح الباب. الغريب يا صديقي ان الباب كان مفتوح اصلا، يعني لا مقفول لا بقفل ولا بمفتاح، وكأنه متساب قصد. مد ايده المرتعشة في وقتها وفتح الباب بهدوء، وبمجرد ما فتح ودخل
شاف منظر قدام عينه عمره ما كان يتخيله. في وسط الأوضة كان في دايرة كبيرة ملفوفة كده بلون أحمر غامق، وحواليها كانت شموع مضاءة بنور أصفر خافت. وفي ركن الأوضة يا صديقي كانت في حاجة فيها نار، وورا النار على طول كان في مراية واقفة مشروخة بالطول. أما الحاج رضوان نفسه كان واقف قدام المراية، كان لابس وقتها الجلابية سودا وفي إيده خنجر صغير، وفي إيده التانية يا صديقي كان ماسك كتاب قديم. الكتاب ده كانت صفحاته متآكلة ومرسوم فيها رسومات غريبة، نقوش ورسومات وكلام وحاجات مش مألوفة. الحاج رضوان في وقتها كان واقف قدام المراية وبيتمتم من الكتاب ده بكلمات مش مفهومة، وكأنه رايح في عالم تاني. ده لدرجة انه ما حسش ان الباب اتفتح. احمد في وقتها اتسمر في مكانه وعينه ما كانتش مصدقة اللي شايفه قدامه. ابوه اللي دايما بيتكلم عن الدين والتقوى هو بيعمل طقوس سحر. الحاج رضوان في وقتها حس بوجود احمد، فبدأ يلف ببطء وقام مزعق فيه وقايل له انت بتعمل ايه هنا ودخلت ازاي؟ احمد في وقتها كان مشلول من الرعب ومش قادر لا يتكلم ولا يتحرك، بس في وقتها استجمع قوته وقام رادد عليه وقايل له بصوت متوتر انت اللي بتعمل ايه يا حاج؟ الحاج رضوان بصله في وقتها وقال له انت لسه صغير ومش هتفهم ايه اللي بيحصل. وبعدها زعق وبصوت مخيف وقال له اخرج بره الاوضه دلوقتي، وإياك في يوم يا احمد رجلك تعتب الاوضه دي تاني. احمد كان بيترعش بس مسك نفسه ورجع خطوه لورا، وبعدين اخد بعضه وطلع جري من الاوضه. ولما راح على شقته كان مرعوب جدا من اللي شافه، وفي اليوم ده فضل طول الليل مش عارف ينام. الحاجات اللي شافها مش بس كانت غريبة، لا دي كانت مرعبة. ازاي ابوه اللي كان بيظهر قدام الناس انه تقي ومحترم يوصل انه يعمل سحر اسود؟ تاني يوم احمد قرر انه يراقب ابوه، واخد باله ان ابوه بيخرج بالليل كتير ودايما بيغيب بالساعات وبيرجع في حالة مش طبيعية. ده غير ان شكله اتغير، عيونه بقت باردة كده وتحس ان مفيهاش روح. واللي يزيد الموضوع رعب اكتر ان الحارة نفسها بقى بيحصل فيها حاجات غريبة. الجيران بدأت تشتكي ان في حاجات غريبة بتحصل لهم وانهم بيتعبوا من غير سبب، وناس تانية اختفت فجأة، وكل ده بيحصل في نفس الوقت يا صديقي اللي الحاج رضوان فيه منعزل ومتغير. كان عم محمود صاحب الحاج رضوان اكتر حد حاسس بالتغيير ده، فقابل ابنه احمد وقال له انت واخد بالك من ابوك يا واد؟ ابوك متغير وكأن الفلوس هي اللي غيرته، ده بقاله فترة ما بقاش بيقعد معانا زي الاول، والحارة كلها ملاحظة انه متغير. انت متأكد انه بخير يا ابني؟ احمد في وقتها ما قدرش جاوبه على اي حاجة، كان عارف ان الكلام اللي سمعه من الحاج محمود كان صح، بس هو ما كانش عارف يتكلم ولا يقول ايه. هو ذات نفسه ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل. وساعتها يا صديقي قرر احمد انه يفهم ولازم يعرف ايه اللي بيعمله ابوه ده، ويعرف اكتر يا صديقي عن الكتاب اللي ابوه بيستخدمه. وفي يوم من الايام لما احمد اتاكد ان ابوه مش في البيت، احمد دخل الاوضه وبدا يدور على الكتاب، ولقاه في الوقت ده محطوط على رف صغير جنب الشمع. فتح الكتاب في وقتها وقلب فيه، واللي شافه في الكتاب كان مرعب اكتر مما تتخيل. الكتاب كان مليان حاجات غريبة، صور لمخلوقات ومسوخ مرعبة. كان في شوية تعليمات مكتوبة على الجنب كده بالعربي عن السحر الاسود وطريقة تحضير الشياطين، وعن القربان اللي لازم يتحضر علشان يتحقق كل الامنيات والطلبات. احمد في الوقت ده فهم كل حاجة، ان ابوه بيعمل سحر اسود، وده طبعا سر الفلوس اللي ظهرت فجأة في حياته. احمد كان متأكد ان بمعرفته للحاجات اللي هو شافها دي انه اتورط في حاجة اكبر منه، وانه لازم يتحرك بره الاوضة بسرعة قبل ما الموضوع يوصل لكارثة. حاول بعدها انه يتكلم مع امه عن الموضوع، ولكنه اكتشف المفاجأة في وقتها ان امه عارفة جزء من الحقيقة، وده اللي كانت عايزة تقوله له اصلا. وبدأت تقول له انا كنت بشوف حاجات غريبة يا احمد بس ما كنتش اقدر اتكلم. ابوك كان دايما يقول لنا انه بيعمل كده علشان يحافظ علينا ويحافظ على اللي احنا وصلنا له، ولكن انا عارفة ان اللي بيعمله ده غلط وعارفة انه كفر، بس للاسف يا ابني ما قدرتش اقف قصاده ولا امنعه. احمد في الوقت ده قرر انه يوقف ابوه او يقف قصاده باي شكل، وحتى لو معناها انه هيضحي بعلاقته بيه. راح لابوه تاني يوم وقرر انه يبدأ يواجهه. دخل عليه على طول وقال له انت لازم توقف اللي انت بتعمله ده، الفلوس بتاعتك مسمومة يا حاج واللي انت بتعمله ده كفر. ابوه في وقتها بصله بنظرة استغراب
بس ما ردش عليه. كمل احمد كلامه وقال له انا عارف ان كل اللي بيحصل في الحاره ده بسببك انت، الناس اللي بتختفي والحاجات الغريبه اللي بتحصل في الحاره، وانا شفت كل حاجه وشفت الكتاب وهبلغ عنك. الحاج رضوان ضحك بسخريه وبنبره مرعبه وقال له احمد انت مش فاهم اي حاجه. كان بيتكلم بصوت غريب، بصوت مش صوته. وكمل بعدها وقال الفلوس دي يا ابني ليها تمن، لازم اضحي عشان احافظ على اللي عندي، لازم ياخدوا مقابل للي بيقدموه والا زعلهم هيكون وحش. احمد بدأ يترعش ونبرة صوته بدأت تتغير. رد ابوه بصوته وقتها كأنه جاي من الجحيم وراح قايل له اللي في الكتاب يا ابني مش انت شفتهم القدامى اصحاب عهد الدم الاول؟ ده مش سحر يا ابني، ده عهد سفلي وعهد قوي اقوى من اي نوع سحر تاني. الكلام في وقتها كان بينزل على ودن احمد زي الرصاص. ابوه في وقتها كان بيتكلم عن ارواح ناس بكل هدوء، ارواح الناس اللي خلص عليهم بايده عشان خاطر الفلوس. الحاج رضوان بص لاحمد بنظرة جامدة ومليانة برود وقال له انا ما خلصتش على حد يا ولدي، هم اللي خلصوا على نفسيهم، وبعدين هم عمرهم خلص خلاص، هتعترض على قضاء ربنا؟ احمد في وقتها صديقي ما كانش مصدق اللي بيسمعه، قلبه كان بيدق في وقتها بعنف والعرق كان مغرق جبينه قبل ما يبلع ريقه في وقتها ويقول له ده جنون يا حاج، انت ازاي كده؟ الحاج رضوان بدأ يزهق من المناقشة وقام قايل له بنبرة حادة كده العهد هيستمر ولازم يستمر، لو عايز تفضل عايش معانا وتاخد من الخير اللي احنا فيه يبقى تحط لسانك جوه بوجك وتسكت، اما لو الموضوع مش عاجبك ما تلومش الا نفسك، هتكون جربان زيك زي اي حد. احمد في اللحظة دي حس ان ابوه اتجنن وان اللي واقف قدامه ده مش ابوه، ده شخص مستعد يضحي باي حاجة حتى اسرته، وكل ده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر يحافظ على شوية فلوس. خرج احمد في وقتها من اوضه ابوه وكان مقرر انه مش هيسكت. الليل كان هادئ يا صديقي، ولكن الحارة ما كانتش هادية كالعادة، كان في عاصفة في وقتها كانت بتجهز عشان تدمر كل حاجة. احمد في وقتها بدأ يدور على اي طريقة يوقف بيها اللي بيحصل. راح في وقتها لشيخ في منطقة بعيدة الناس دلوا عليه، كان المعروف عنه انه ليه في امور الشياطين والجن والحاجات دي. ولما وصل في وقتها وحكاله على كل حاجة، الشيخ في وقتها قال له بهدوء اللي ابوك فيه ده مش مجرد سحر، الكتاب اللي انت وصفته والكلام اللي انت قلته دي طقوس شياطين، في قوة مرعبة حضرت في المكان عندكم وما نقدرش نتخلص منها بسهولة، ولكن الحل الوحيد يا ابني انك تكسر اللعنة دي. العهد اللي ابوك عمله سلم بيه نفسه للشياطين، وكل مرة ابوك بيعمل فيها الطقوس دي بيقرب خطوة انه يفقد روحه. احمد سأله بخوف وقتها وقال له طب وانا ازاي اقدر اوقفه؟ الشيخ بصله بجديه وقتها وقال له لازم توقف الطقوس دي وتمنع القربان اللي جاي. انت بتقول ان الضحايا لحد دلوقتي 6 ضحايا والعهد دايما بيكون 7 قرابين. كمل الشيخ وقال له رقم 7 ده رقم مهم جدا في عالم الشياطين، فلو قدرت توقف الضحيه الجايه فبالتالي هتكون كسرت السلسله وقضيت على العهد، ولكن خلي بالك الشياطين مش هتسكت، وممكن ابوك في وقتها يتصرف بشكل اخطر لانهم اكيد في الوقت الحالي مسيطرين عليه جدا. سمع احمد كلام الشيخ وقرر انه يمنع ابوه من الجنان اللي بيعمله ده. رجع البيت في وقتها وكان عارف ان اللي هو بيعمله ده اخطر بكتير من اي حاجة فاتت. في الليلة دي قرر انه يراقب ابوه، كان حاسس ان دي طقوس الليلة الاخيرة. في نص الليل احمد سمع صوت خطوات تقيلة جاية من اوضة ابوه، راح وقتها وبص من فتحة الباب وشاف ان الحاج رضوان واقف بالجلابية السوداء تاني، وكان ماسك في وقتها الكتاب الملعون ده في ايده، وفعلا المرة دي كان واضح قوي انه بيجهز للطقوس. خرج الحاج رضوان من البيت واحمد مشي وراه من غير ما يحس لحد ما وصل لبيت مهجور في اخر الحي. الناس كانت بتخاف تعدي من قدامه. الحاج رضوان دخل البيت واحمد كان واقف وبيراقبه من بعيد. احمد في الوقت ده شاف ابوه وهو بيرسم دايرة على الارض زي اللي كانت في الاوضة وبيولع شموع حواليها، ولكن المرة دي كانت في حاجة مختلفة، كانت في حاجة غريبة في الجو. كان الهواء اللي حوالين المكان تقيل وكان مكتوم، وكان تحت ابوه وقتها
شوال تحت رجله وكان بيتحرك. وطبعا يا صديقي مش محتاج اقولك ان اللي كان موجود جوه الشوال ده بني ادم. احمد كان عارف ان اللحظة الاخيرة خلاص قربت. احمد حاول وقتها يدخل البيت بهدوء وما يلفتش الانظار، وفي اللحظة اللي ابوه كان هيبدأ فيها طقس هجم عليه بكل قوته وهو بيصرخ في وشه بصوت عالي: انا مش هسيبك تكمل الجنان ده. ولكن الحاج رضوان كان جاهز للحظة دي والتفت بسرعة وعينيه كانت مليانه شراسه، ومسكه في وقتها من كتفه بعنف وقال له: انا قلت لك مالكش دعوه بالموضوع ده، انت ما عندكش فكره ايه اللي ممكن تخسره لو العهد ده ما كملش. ولكن احمد ما كانش عنده نيه للتراجع وحاول يخطف الكتاب من ايده. ولكن الحاج رضوان في لحظتها كان اقوى مما تتخيل. بداوا في وقتها يتخانقوا بعنف لدرجه ان الكتاب وقع على الارض والشموع انطفت لوحدها، والجو حواليهم كان فيه صمت مرعب وكأن العالم وقف. صوت غريب في وقتها بدأ يطلع من جوه الدايرة دي، صوت كأن حد بيهمس، بس كلها أصوات همس باردة ومرعبة. أحمد في وقتها حس إن قلبه هيتخلع من صدره، ولكن فضل متمسك بآخر أمل. مسك الكتاب ورماه بعيد وقدر يفلت من إيد أبوه، وفك الشوال في وقتها وحرر الشخص اللي كان فيه. ساعتها نزل الحاج رضوان على رجله وفضل يعيط ويولول زي النسوان، وفضل يقول لأحمد: يا غبي يا غبي، أنت كده قضيت علينا. أحمد مهتمش بكلام أبوه، ولكن كل اللي كان شاغل باله انه قدر يوقف ابوه اخيرا، قدر ينقذ روح بريئه كان هيبقى مصيرها الموت لولا هو اتدخل. بدا المكان في الوقت ده حواليهم يهتز وكأن في زلزال، وبعدها الشموع اللي حوالين الدايره كلها ولعت تاني وفي وقت واحد، وبدات تظهر في وقتها ريحه غريبه في المكان، ريحه كده حامله زي البيض الفاسد. ومن الضلمه بدات تظهر عينين في وقتها كأنها جمرات من نار، وبعدها على طول ظهرت في كل مكان وشوش بشعه ومرعبه واجزاء من اجسام زي ما تكون متفحمه، كائنات او مسوخ زي اللي شافها في الكتاب بالظبط. الحاج رضوان ركع بسرعه قدام الكائنات دي وفضل يصرخ بسرعه ويطلب العفو والسماح، ولكن اللي كان ظاهر على وشوش الكائنات دي انهم لا يعرفوا لا عفو ولا سماح. وقفوا كلهم في دايره حوالين رضوان، ودي كانت اخر حاجة يشوفها احمد، لانه خرج جري بعدها ونجا بحياته. في وسط جريه في الشارع كان سامع وراه صرخات ابوه، ولحد اللحظة اللي انا بكلمكم فيها دي هو ما يعرفش هو خرج من المكان ده ازاي. تاني يوم على طول لقوا جثة الحاج رضوان موجودة في البيت المهجور. الجثة كانت وهم قطعها اطرافها، ده غير ان شكلها كان محروق. اما احمد ابنه فكمل حياته عادي، والغريب ان الكنز والفلوس بتوع ابوه فضلوا زي ما هم، بس اتنقلوا كلهم باسم احمد وامه وهم الورثه، ومشيت الدنيا زي الفل. واحمد اتجوز كمان. بعد فتره من الجواز مراته بدات تلاحظ حاجات غريبه، وكفايه ان اقول لكم وانكم تفهموا ان الراجل ده بقى بينعزل كتير في اوضه ابوه، واللي كان بيقرب من اوضه ابوه بالليل كان بيسمع في وقتها صوت طقطقه كده زي ما يكون في حاجه بتولع، وصوت همسات غريبه كتير وما كانتش مفهومه، ده غير ان في صوت حد كان بيتكلم معاه او كانه بيغني او بيقول ذكر. اظن كده عرفتوا احمد هرب ازاي من البيت المهجور في الليله اياها. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، ولو انت على صفحه الفيسبوك ما تنساش المتابعه. اشوفكم في قصه جديده ان شاء الله. شوفوا الشوك على خير.